يا مساء الخيرات والمسرات على أحلى متابعين. حكايتنا النهاردة مثيرة جدا. هنتكلم النهاردة عن حقيقة تورط النجم الكبير نور الشريف في شبكة لممارسة الشذوذ، هو واتنين من الممثلين المعروفين وهم خالد أبو النجا وحمدي الوزير. عاوزين تعرفوا تفاصيل الحكاية؟ تعالوا معايا. النجم الكبير نور الشريف من مواليد 28 ابريل سنة 1946، واسمه الحقيقي محمد جابر محمد عبد الله. متخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز، وكمان كان الأول على دفعته. اتجوز الفنانة بوسي سنة 1972، واستمر الزواج حوالي 34 سنة إلى أن تم الانفصال سنة 2006، وله بنتين هم سارة ومي. ومن أهم أعمال النجم نور الشريف الفنية غريب في بيتي والعار وعمارة يعقوبيان والكرنك والإخوة الأعداء وغيرها كتير من الأعمال المميزة اللي نال منها حب الجمهور في مصر وفي الوطن العربي كله. النهاردة حكايتنا عن موقف صادم اتعرض له النجم الكبير نور الشريف، ومعاه اتنين من النجوم المعروفة وهم حمدي الوزير وخالد أبو النجا. هيتم اتهام الثلاثة بالانضمام لشبكة من المثليين بتمارس الشذوذ الجنسي في فندق سميراميس، وده ضمن تقرير نشرته جريدة البلاغ الجديد بتأكد فيه تورط نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير في الشبكة دي. وطبعا النجم الكبير نور الشريف ما سكتش ورفع على الجريدة دي جريدة البلاغ الجديد قضية للتشهير بيه واتهامه هو وزمايله بالباطل، وكان المحامي بتاعه هو مرتضى منصور. وفي احدى جلسات المحاكمه فجر رئيس تحرير صحيفه البلاغ الجديد واسمه عبده مغربي مفاجاه مثيره لما صرح وقال ان المقدم تامر سمير الضابط بالاداره العامه لمكافحه جرائم الاداب بمديريه امن القاهره هو المصدر اللي اعتمد عليه في نشر خبر تورط الفنانين الثلاثه في قضيه الشذوذ الجنسي. وكمان خلال جلسات المحاكمة قدم المحامي الشهير نبيه الوحش المحامي الخاص برئيس تحرير جريدة البلاغ الجديد بتقديم محضرين بيتضمنوا أسماء أشخاص اتقبض عليهم في إحدى قضايا الشذوذ الجنسي، معترفين إن خالد أبو النجا وحمدي الوزير كانوا بيمارسوا الشذوذ معاهم. ولكن في النهاية حكمت المحكمة في 12 إبريل سنة 2010 بحبس المتهمين في القضية، وهم عبده مغربي رئيس تحرير جريدة البلاغ الجديد وإيهاب العجمي الصحفي بنفس الجريدة بالحبس لمدة سنة مع كفالة 20,000 جنيه، وده اللي بيثبت براءة الفنانين الثلاثة من التورط في القضية دي.